السلام عليكم. النهاردة هنعمل الغريبة الناعمة اللي بتدوب في البق ذوبان، وهقول لكم ازاي تطلع معاكم بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، ومن غير ما تفرش معاكي في الفرن او تشقق معاكي. وكمان هنعرف مع بعض طريقة التسوية المظبوطة، وهنعمل الغريبة ب3 مكونات بس: سمنة وسكر ودقيق. على الرغم من انها سهلة، بس في شوية ملاحظات لازم ناخد بالنا منها علشان تطلع معاكي غريبة أحلى وأطعم من بتاع المحلات مليون مرة. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. هنحتاج نص كيلو من السمنة، والسمنة هنا تكون بدرجة حرارة الغرفة زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. وهنحتاج ربع كيلو من السكر البودرة، ونقلبهم كويس، وبعدين نضرب السمنة كويس جدا مع السكر لحد ما تنعم معانا. والسؤال الأشهر بقى، هل ينفع نعمل الغريبة بالزبدة؟ لا طبعا ما ينفعش، لأن الزبدة فيها نسبة حليب، والحليب هينشفها معانا. بالنسبة للناس اللي موجودة في أماكن ما فيهاش سمنة، تقدروا تاخدوا الزبدة عادي خالص وترفعوها على نار متوسطة الحرارة لغاية ما الحليب يفصل عنها تماما وتتحول معانا كده لسمنة. طبعا هنا السمنة هتكون سايحة، فهناخد السمنة نصفيها ونحطها في التلاجة تبرد، وبعدين نقدر ان احنا نستعملها عادي خالص. اهم حاجة واحنا شغالين بالمضرب ننزل الجوانب علشان نتأكد ان الخليط كله متجانس واخد نفس درجة الخفق. بنضرب السمنة مع السكر حوالي 7 دقايق لغاية ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى قوام كريمي. هنا بقى هنوقف ضرب، بقت شبه الكريمة ولونها بقى فاتح. هنا بقى هنوقف ضرب وهنبدأ ننزل بالدقيق. انا مستخدمة كيلو من الدقيق، والدقيق لازم يكون بتاع حلويات. ننخل الدقيق كويس جدا، وهننزل بالدقيق على السمنة ونقلبه كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما. ممكن تقلبه بمعلقة او بايديكوا عادي جدا. بنبدأ نبس الدقيق بالسمنة كويس جدا لحد ما السمنة تتغلغل جوه الدقيق. الخطوة دي مهمة جدا. احنا هنا مش بنعجن خالص، احنا بس بنبس الدقيق بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا. عجينة الغريبة هتكون بتلزق معاكي حاجة بسيطة خالص. هاخد قطعة صغيرة من العجينة وهكورها وهرصها على الصاج. ونحاول برضو ان احنا نخلي ايدينا ميزان بحيث انها تطلع كلها واحدة، علشان طريقة التسوية ما ينفعش تكون واحدة كبيرة واحدة صغيرة. طريقة التسوية لازم الصاج كله يكون نفس الحجم، علشان الصغير هيطيب قبل الكبير. فلازم وانتي بتكوري تكوري الحجم اللي هو الوسط يعني، ولا هو كبير قوي ولا صغير قوي، علشان برضو ايه ما تنفش معاكي في الفرن وتسيح. حجم صغير، واحنا مش بنبططها، احنا ما الا بنكورها ونسيبها في الصاج. وبعدين بقى بنبدأ ان احنا نزينها. ممكن تزينيها بفستق، اي مكسرات عندك، بس انا زينتها باللولي، بيدي شكل كده جميل. التزيين من اختياركم عادي خالص. ممكن تسيبوها سادة عادي خالص، هو طعمها لوحده خطير. بعد ما بخلص الصاج بدخله التلاجة حوالي 5 دقايق، الغريبة تستريح بس، وكمان علشان ما تفرش معانا في الفرن. بطلعها من التلاجة وبدخلها فرن مسخن مسبقا على حرارة 180، واحط الصاج على الرف اللي في النص ويكون شغال من تحت بس. ولو عندكم مروحة شغلوها عشان توزع الحرارة في الفرن كله. بتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. الغريبة مش بتاخد لون من فوق خالص، هي بتاخد بس لون خفيف خالص من تحت. متأكدة انها تعجبكم جدا. شايفين قد ايه الغريبة جميلة ومفرشتش مننا في الفرن، وكمان الغريبة بتطلع قلوب يا جماعة، يعني حاجة كده جميلة. واخيرا شوف ازاي الغريبة بتدوب في البق. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ومع السلامة يا حلوين.